زمان كانت جوائز الجولدن جلوب بتعتبر أهم جايزة أفلام بعد الأوسكار، ده طبعا قبل ما تظهر جوائز كتير زي جوائز اختيار النقاد. ممكن تكون جايزة النقاد أكثر قربا للأوسكار نفسها، بمعنى اللي بيكسب هنا هو اللي بيكسب هنا، إلا إن علاقة الجولدن جلوب بتطغى أحيانا، ولها من البريق الكافي إنها تسحب البساط من الجوائز التانية. وفي الآونة الأخيرة لاحظنا إن اللي بيكسب في الجولدن جلوب بيبقى فنان أعلى من الباقيين فعلا، عكس الأوسكار اللي بقت اختياراته بتميل لاعتبارات سياسية بشكل كبير. وبما إن حفلة الجولدن جلوب هتكون يوم الأحد 7 يناير، فالواحد ممكن جدا يبتدي يشوف ويراجع قوائم ترشيح الأفلام ونختار مين اللي هيكسب منهم الكرة الذهبية. وهنبتدي بجائزة الموسيقى التصويرية لأن فيها دردشة بسيطة. عندنا 6 مرشحين في الكاتيجوري ديت. عندنا اوبنهايمر، بور ثينجز، كيلرز اوف ذا فلاور مون، زون اوف انترست، سبايدر مان، ذا بوي اند ذا هيمن. في الحقيقة اللي تابع منكم فيلم اوبنهايمر طبعا الموسيقى بتاعته كانت فوق الخيال. طبعا الموسيقار لودويج جورانسون، يا رب اكون نطقتها صح، وهي منتشرة الحقيقة جدا وبتعتبر من الحاجات اللي انتشرت في 2023. طبعا الموسيقى بتاعته لو انت شفت القائمة ديت هتقول ان هي رقم واحد كده وانت مغمض اوبنهايمر، الا ان الواحد ممكن تبقى عنده فكرة، وانا شخصيا ممكن اختار اوبنهايمر، بس الواحد ممكن يكون عنده فكرة بسيطة يقولك والله احتمال كبير جدا يقع الاختيار على روبي روبرتسون اللي هو موسيقار كيلرز اوف ذا فلاور مون. وده لسبب بسيط جدا، انه هو الراجل ده توفى في اغسطس اللي فات، فممكن جدا التعاطف يميل ناحية الراجل ده، خصوصا كمان عشان للأمانة ان الموسيقى بتاعته كانت رائعة حقيقة، كانت من الحاجات المميزات القليلة بصراحة في الفيلم ده وبالتالي ترشيح انا اعتقد انه هو هيروح لروبي روبرتسون، كيلرز اوف ذا فلاور مون، مع انه والله اوبنهايمر رائع وانا شخصيا احب جدا اختار اوبنهايمر ولكن انا في اعتقادي الشخصي كيلرز اوف ذا فلاور مون هيكسب. لما نيجي نخش على الكاتيجوري بتاع بيست اوريجينال سونج، الحقيقه كل مرشحين انا ما سمعتش منهم ولا حاجه، اي حد من الثلاثه ممكن يكسب. باربي What was I made for, Dance Night, I am just Ken. اعتقد انه اي حد فيهم ممكن يكسب، الى ان يأتي وقت واقدر اسمع الخمسة واقدر اقيم مين فيهم يقدر يكسب، خصوصا لو ترشيحات الاوسكار هتبقى ان شاء الله يوم 24، فاحنا ممكن يكون عندي وقت اقدر اقول اني واحد في الستة نخلص من اوريجينال سونج ونخش على بيست سكرين بلاي. طبعا احنا في الاوسكار عندنا ادابتد وعندنا اوريجينال، فهم بس في الجولدن جلوب الحقيقة هم خلطوا الاتنين على بعضه فريحونا الحقيقة هم ريحوناش زي ما احنا نشوف. احنا عندنا ست متسابقين، عندنا باربي وعندنا بور ثينجز واوبنهايمر وكيلرز اوف ذا فلاور مون وباست لايفز واناتومي اوف ا فول. الحقيقة الستة ممتازين. انا الحقيقة في هو مفيش غير فيلمين باربي وبور ثينجز ده اللي ما شفتهمش، ولكن الباقي شفته. عندك اوبنهايمر وعندك كيلرز اوف ذا فلاور مون وعندك باست لايفز واناتومي اوف ا فول. الحقيقة برضو ممكن الناس تقدر تقول اوبنهايمر على طول، السيناريو بتاعه كان رائع، والحقيقة من مميزات الفيلم ده لو انه كان في توهان شوية في الفيلم، الا انه كان مقدرش انكر انه كان متميز. الحقيقة انا كان عندي برضو تعليق بسيط على كيلرز اوف ذا فلاور مون، فكرة ان هو ياخد كتاب تاريخ بيحوله الفيلم، دي برضو من الحاجات الصعبة، ودي اكيد حاجة لازم تتقدر بصراحة باست لايفز برضو كان رائع جدا، سيلين سونج من افضل السيناريوهات اللي الواحد شافها، ولكن انا شخصيا شايف انه الفيلم بتاع اناتومي اوف ا فول برضو كان رائع، وكان سيناريو انا اتكلمت في فيديو قبل كده انه هو كان البطل الحقيقي للفيلم ده. عشان كده انا ممكن اختار اوبنهايمر لان التحدي فيه كان كبير.
القطعات وان هو يربط الاحداث ببعض من الشرق للغرب، وثلاث فترات زمنية يربطهم ببعض ازاي. فطبعا ده كان شيء يحسب لكريستوفر نولان، وبالتالي انا اعتقد ان اوبنهايمر هو المفضل. الا ما كانش بقى لجنة التحكيم يبقى ليها ايه رأي تاني. خش على بس دايركتور، عندنا برضو 6 بني ادمين، 6 مرشحين. عندنا برادلي كوبر، وجريتا جيرويك باربي، ويورجوس لانتيموس بور ثينجز، كريستوفر نولان اوبنهايمر، مارتن سكورسيزي كيلرز اوف ذا فلاور مون، وسيلين سونج باست لايفز. من وانا مغمض على طول اوبنهايمر. صراحة الحقيقة زي ما كان في مجهود بوذل في السيناريو، فمجهود بوذل طبعا في الإخراج. وأعتقد إنه حان الوقت إنه نولان ينال التكريم اللي يستحقه من زمان. كريستوفر نولان هو بالنسبة لي أفضل مخرج من ضمن اللي هم الستة يعني. أعتقد إنه برادلي كوبر كان عنده مشاكل من خلال الريفيوهات اللي قبل كده. جريتا جيرويك أنا مش هختارها، ويورجوس لانتيموس فيلم بتاع بور ثينجز يعني في يقال انه في مشاهد يعني خليعة جدا، فبالتالي انا هستبعد يعني الاتنين دول. وكيلرز اوف ذا فلاور مون مارتن سكورسيزي انا قلت رأيي فيه بصراحة، يعني ما كان اقل افلامه وما انبسطتش يعني. سيلين سونج عامله فيلم رائع. انا اعتقد ان نولان هو الافضل يعني. خلصنا من باست دايركتور، نخش على جايزة انا شايف ان هي ممكن تكون اكثر سخونة من اي وقت مضى، والا وهي جايزة Best Picture Non-English Language. زمان كان بيبقى فيه شبه اتفاق على مرشح معين، انما احنا السنة دي عندنا الحقيقة من بين الستة عندنا حوالي 3 افلام الحقيقة قال عنهم ان هم رائعين. انا شفت فيلمين منهم، وفي فيلم تالت يعني خلينا نقول هو اجندة وموجود في جايزة الافلام الرئيسية. انت عندك Anatomy of a Fall، وعندك Fallen Leaves، وعندك إيو كابيتانو، وعندك Past Lives، وعندك Society of the Snow، وعندك The Zone of Interest. أنا اتفرجت على Anatomy of a Fall واتفرجت على Past Lives. The Zone of Interest فيلم قوي جدا الحقيقة، التصوير بتاعه في غاية الروعة، ولكن أنا شايف إنه كان أجندة يعني يتكلم بقى والنازية واللي حصل ومش عارف إيه وبتاع. وبالتالي لو عندي اقدر يعني اختار، انا باست لايفز الحقيقة يعني لمسني على المستوى الرومانسي، لمسني جدا، وانا اخترته رقم 1 حتى قبل اوبنهايمر في اختيار افضل الافلام لو الناس حابة تشوف الفيديو. لكن انا شايف انه والله اناتومي اوف ا فول خد جايزة السعفة الذهبية، واعتقد انه هو الاكثر حظا من ان هو يكسب. الفيلم ده اخر فيلم اتفرجت عليه في السنة اللي فاتت، واعتقد ان هو رقم 1 بالنسبة لي. نخش بقى على الجوائز التقيلة. Best Supporting Actor، عندنا برضو 6 بني ادمين. عندك ويليام ديفو بور ثينجز، روبرت دينيرو كيلرز اوف ذا فلاور مون، روبرت داوني جونيور اوبنهايمر، راين جوزلينج باربي، عندك تشارلز ميلتون ماي ديسمبر، وعندك مارك روفالو بور ثينجز. من الاخر كل الناس تقريبا كانت شبه متفقة ان روبرت داوني جونيور الاحق، وبيجي بعد منه بشوية بخطوة بسلم او 2 روبرت دينيرو. ولو ان برضو جات الفرصة ان احنا نشوف فيلم ماي ديسمبر، الحقيقة الناس اللي هو تشارلز ميلتون خدت كريدت كبير، لكن انا شايف انه روبرت داوني جونيور هو الاحق فوز بالجائزة، على الرغم انه والله بيقولوا تشارلز ميلتون عمل دور هايل. مارك روفالو ويليام ديفو طبعا فيلم بور ثينجز لسه منزلش يعني فما اقدرش احكم. راين جوزلينج بيقولوا برضو رائع. روبرت دينيرو كان هو يعني المايسترو في الفيلم ده بصراحة، ولكن انا شايف ان اوبنهايمر الاحق، وبالتالي روبرت داوني جونيور هو رقم 1 بالنسبة لي في جايزة الممثل المساعد. الممثلة المساعدة بقى عندك 6 بني ادمين. ايميلي بلانت اوبنهايمر، دانيال بروكس ذا كولر بيربل، جودي فوستر نياد، جوليان مور ماي ديسمبر، روزاموند بايك سالبرن، ديفاين جوي راندولف ذا هولدوفرز. كل الترشيحات بتروح لديفاين جوي راندولف.
حتى من الاستفتاءات ومن اختيارات نيويورك تايمز بقى والجارديانز وكل دول اختاروا راندولف. هي رقم 1 بالنسبة لجائزة الممثلة المساعدة، وانا اعتقد ان هي هتبقى ذا هولدرز. ديفاين جون راندولف قدمت دور هايل، واعتقد ان هي الاحق، رغم انه برضو ايميلي بلانت عملت دور عمرها برضو. انا ما شفتش ذا كولر بيربل، وما شفتش نياد طبعا جودي فوستر، وماي ديسمبر ما شفتوش لاسباب انا هشرحها بعدين. وبالتالي انا شايف ان ديفاين هي اللي تكسب، الا اذا بقى حصل اي تغيير مفاجئ. فاحنا يعني ايه، خلينا متفقين ان ديفاين جوين راندولف هي رقم 1. نبتدي بقى نخش بقى على التقيل بقى. عندك اول كاتيجوري Best Performance by an actor in a motion picture musical or comedy. احنا عندنا 6 بني ادمين كالعادة يعني. عندنا نيكولاس كيج، دريم سيناريو، تيموثي شالامي وانكا، مات ديمون اير، بول جياماتي ذا هولدوفرز، خواكين فينيكس بو از افريد، جيفري رايت امريكان فيكشن. الحقيقة من وانا مغمض برضو بول جياماتي ذا هولدوفرز، وانا شايف انه ده افضل اداء مش بس ميوزيكال، لا في كتمثيل عموما يعني سنة دي. ولو ان برضو انا شايف ان في ناس قد تميل اكتر لنيكولاس كيج دريم سيناريو، لانه بيقولوا انه كان رائع وتحفة جدا. لسه ما شفتوش وهشوفه قريب، ولكن انا شايف ان هما بيقولوا برضو نيكولاس كيج رائع. خواكين فينيكس بو اذا فريد كان ممتاز، وكان من افضل اداءات واحد شافها يعني السنة دي برضو. ولكن انا شايف طبعا امريكان فيكشن لسه منزلش. وانكا يعني فيلم طفولي، ممكن مش هقدر ان انا يعني شوفوا اير برضو بيقولوا كويس. ولكن انا شايف ان بول جياماتي يعني الفيلم الوحيد اللي شفته هو ذا هولدوفرز، وبالتالي بول جياماتي اختاره يعني اكيد هو افضل اداء شفته يعني. الا اذا بقى كان لجنة التحكيم لها رأي تاني هنشوف، بس انا شايف ان بول جياماتي ممكن بعدين يبقى نيكولاس كيج دريم سيناريو ان شاء الله هنتفرج عليه. نخش بقى على الاكترس ميوزيكال اور كوميدي. عندك فانتازيا بارينو ذا كولر بيربل، جينيفر لورنس نو هارد فيلينجز، ناتالي بورتمان ماي ديسمبر، ألما بويستي فولن ليفز، يا رب نكون نطقتها صح، مارجو روبي باربي، إيما ستون بور ثينجز. انا بالنسبه لي إيما ستون وانا مغمض، رغم ان هو فيلم برضو فيه خلاع او كده، ممكن مارجو روبي بعديه. جينيفر لورنس انا اتفرجت على الفيلم بتاعها، الحقيقه يعني ما كانش رائع الحقيقه يعني، ما كانش مستوى النجمة او اسم النجمة عموما. ذا كولر بيربل ما نزلش فما اتفرجتش عليه. ألما نفس الموضوع. ناتالي بورتمان استحالة ان انا اشوفها، استحالة يعني، لو وهي احسن واحدة في الدنيا استحالة. اعتقد انا مش محتاج ان انا اشرح اي اسباب يعني. ناتالي بورتمان استحالة، فبالتالي انا شايف ان إيما ستون يا مارجو روبي هما الاتنين الاحق، من هما اكتر اتنين متنافسين في الكاتيجوري ديت. ولو اني انا ممكن ابقى ميال لإيما ستون، واضح ان دور عمرها، بس طبعا في مشاهد خليعة فمش هتبقى الدنيا يعني وردي يعني. خش بقى على، بما اتكلمنا على ممثلة في دور كوميدي وموسيقي، فهنتكلم على الدراما وممثلة في دور دراما. احنا عندنا 6 مرشحين. عندنا كالعادة ليلي جلادستون كيلرز اوف ذا فلاور مون، كاري موليغان مايسترو، ساندرا هيولر اناتومي اوف ا فول، أنيت بينينج نياد، جريتا لي باست لايفز، كايلي سبيني يا رب أكون نطقتها صح في بريسيلا اللي هي مرات ألفيس بريسلي يعني. فأنت عندك 2 أو 3 الحقيقة قدموا شخصيات حقيقية. عندك كاري موليغان مرات المايسترو الشهير، أنيت بينينج السباحة الماهرة، وعندك اللي هي كايلي سبيني بريسيلا. اختار مين؟ هختار ليلي جلادستون كيلرز اوف ذا فلاور مون، وانا مغمض برضه. في نقطة مضيئة لفيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون فكانت ليلي جلادستون، وكانت يعني علت على كمان النجمين الكبار ليوناردو دي كابريو، سواء كان ليوناردو دي كابريو او كان روبرت دينيرو. هي علت على الاثنين بصراحة، وبالتالي انا شايف ان ليلي جلادستون هي بالنسبة لي رقم 1 في الجائزة ديت. ممكن نيجي بعدها كاري موليغان، ممكن تيجي بعدها ساندرا هولر اللي كانت رائعة للأمانة،
وبالتالي ممكن اكون ميال اكتر لكيلرز اوف ذا فلاور مون لليلي جلادستون. خلصنا من ديت، نخش بقى على الممثلين في دور درامي. عندك 6: برادلي كوبر مايسترو، كيليان ميرفي اوبنهايمر، ليوناردو دي كابريو كيلرز اوف ذا فلاور مون، كولمان دومينغو راستن، اندرو سكوت اول اوف اس سترينجرز، باري كيوغان سالبر. الحقيقة انا عجبني جدا. طبعا يعني هكون ميال اكتر لكيليان ميرفي، ولو انه هو فرصته بصراحة يعني ما تبقاش زي برادلي كوبر. انا شايف انه ممكن برادلي كوبر هو رقم 1 في الجائزة دي. عمل كل حاجة عشان يعني يوصل للكاتيجوري ديت ويكسبها يعني. فبالتالي انا اعتقد انه طبعا تجسيد شخصية حقيقية. طبعا برضو كيليان ميرفي جسد شخصية حقيقية، كولمان دومينجو مثل شخصية حقيقية، طبعا ليوناردو دي كابريو برضو شخصية حقيقية، ولكن وان كانت يعني بعيدة احنا من سنة 20 محدش يعني هيفتكرها يعني. بالتالي شايف انه برادلي كوبر يعني عمل بقى اللي هو ميثود اوف اكتنج بقى، ان هو يتقمص الشخصية بحركاته بمناخيره بكلامه بي 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 فطبعا اعتقد ان هو يعني شارخ ورايح للجايزة ديت ب يعني بأريحية كبيرة جدا. خش بقى على اخر جايزتين، جايزة احسن فيلم كوميدي او موسيقي وجايزة احسن فيلم درامي. هنبتدي بجايزة الموسيقى. احسن فيلم موسيقى عندك 6: عندك باربي، بور ثينجز، امريكان فيكشن، ذا هولد اوفرز، ماي ديسمبر، اير. الناس ممكن يكون عندها ميول شوية لناحية ماي ديسمبر. ماي ديسمبر انا مش هقدر اختاره خالص، وده بسبب ناتالي بورت. لا، انا هختار ذا هولد اوفرز. وهولد اوفرز انا بور ثينجز متفرجتش عليه ولا امريكان فيكشن نزل، ولكن بالتالي انا هختار ذا هولد اوفرز. وهولد اوفرز يعني اعتقد انه ان كان في 3 افلام او 5 افلام افضل 5 افلام في السنة اللي فاتت، فذا هولد اوفرز واحد منهم، او واحد من ال3 كمان. لو اول 3 ممكن يكون ذا هولد اوفرز، وبالتالي انا هختار ذا هولد اوفرز. باربي طبعا ايا كان يعني باربي ممكن اعتبارات سياسية اجندة، بور ثينجز ممكن يبقى اجندة، امريكان اير طبعا قصة الحذاء الجوردن الشهير. ماي ديسمبر طبعا ممكن يكون فيلم درامي رائع، ولكن شايف انه ذا هولد اوفرز هو رقم 1 بالنسبة لي، وانا استمتعت بالمشاهدة جدا، استمتعت بيه جدا. ان شاء الله ذا هولد اوفرز هو اللي هيكسب يعني. من الميوزيكال خش بقى على الدراما. عندك 6 افلام تقال: اوبنهايمر، كيلرز اوف ذا فلاور مون، مايسترو، باست لايفز، زون اوف انترست، اناتومي اوف ا فول. انا اتفرجت بالصلاة على النبي على 4 منهم. عندك اوبنهايمر وكيلرز وباست لايفز واناتومي اوف ا فول. الحقيقة من وانا مغمض اكيد اوبنهايمر. كيلرز اوف ذا فلاور مون احنا اتكلمنا في الموضوع ده، ومن الاسى والحزن الواحد ما يختاروش، لانه فيلم فعلا طويل جدا 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 وتفاصيله كتير، والحقيقة يعني كان ممكن يكون اخف من كده بكتير. مايسترو فيه مشاكل كتير على المستوى القصة. باست لايفز رائع، وفيلم انا ممكن يكون افضل فيلم رومانسي الواحد شافه في اخر 10 سنين، ممكن ده صح. زون اوف انترست، اجندا، اناتومي اوف ا فول حلو جدا ورائع، وفيلم فرنساوي رائع، ممكن اختاره جائزة احسن فيلم اجنبي او غير ناطق باللغة الانجليزية. ولكن انا شايف ان اوبنهايمر انا اتفرجت عليه 2 مرات في السينما، وبالتالي انا شايف ان هو ممكن يبقى المرشح الاكثر حظا، الا اذا لجنة التحكيم كان لها رأي تاني. فاحنا هنشوف مع بعض. اعتقد ان انا كده خلصت بس ده كان اكثر ترشيحاتنا لجوائز الافلام، وان شاء الله نشوف يوم 9 يناير هتصفر على ايه، ونشوف الجوائز هتصفر على ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله، يعني نشوفكم في اوقات افضل باذن الله.